خرج عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، والذي تنبأ بشكل سابق بحدوث الزلزال الكارثي في المغرب قبل 9 أيام من وقوعه، بتصريح خطير يرد فيه على الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول توقع لحدوث زلزال ثاني في المغرب بقوة أكبر من قوة زلزال الحوز. نشر عالم الزلازل الهولندي في تغريدة على حسابه في موقع إكس ينفي فيها هوغربيتس هذه الشائعات، مؤكدا أنه لم يتنبأ بحدوث زلزال خطير آخر في المغرب، وأوضح أنه بشكل عام بعد وقوع زلزال مثل الذي حدث في 8 سبتمبر والذي حدث يوم الجمعة الماضية، والذي مع الأسف خلف أكثر من 2000 وفاة ومئات الجرحى والمصابين منهم من هو في حالة حرجة، قال أنه يمكن أن تحدث هزات ارتدادية أصغر منه، وأن زلزالا كبيرا آخر ليس متوقعا في الوقت القريب. وقد سبق لهوغربيتس أن توقع حدوث زلزال هائل في فبراير الماضي، والذي قد وقع بالفعل في تركيا وسوريا، ونتج عنه وفاة أكثر من 55 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف. هذه التوقعات قد أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض موثوقة بناء على الزلازل التي شهدتها المنطقة في الأشهر الأخيرة، بينما اعتبرها آخرون بدون أي أساس أو دليل علمي.